السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، معلش اخرت عليكم حبايبي ومتابعين الكرام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبأحسن الاحوال يا رب. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. كنا بره كده انا وصحابي مع بعض، ففي واحده يعني عزمتنا على الغدا وقالت لازم تروحوا معانا عشان انا عامله لكم مفاجاه. فانا بصراحه ما كنتش اعرف المفاجاه الجميله دي، وبيتهم جميل جدا وهم ناس اهل كرم وناس ذوق جدا بصراحه. هي جايبه فراخ طبعا ومجهزاها هي ومتبلها والكلام ده. فعامله لنا غدا بقى على السطح عندهم على سطوح البيت. اول ما جينا طبعا طلعنا على السطوح على طول عشان ما نضيعش وقتنا كله بره وكده. تمام زي ما انتم شايفين فراخ بصراحه وهي لسه ما استوتش كمان تفتح النفس. شايفين الجمال؟ انا عامله لها بقى التتبيله الجميله بتاعتها ومجهزاها لما نروح معاها يعني وكده. فابتدينا بقى نرص الفراخ على السلك الشوايه وزي ما انتم شايفين، ومجهزين الفحم طبعا على الانبوبه اللي هي الصغيره دي. حطينا طبعا اشتعل كده شويه، وبعد كده هنشتغل بيه على طول عشان الجو فوق طبعا والهواء والكلام ده. شايفين الجمال؟ ما شاء الله بجد. حاجه تحفه، احلى مفاجاه بصراحه. شايفين البيوت هنا من فوق والخضره حواليهم طبعا، ارض زراعيه وكده. شايفين؟ ما شاء الله بجد بجد. تسلم ايديك يا حبيبتي، ومش هنسى اليوم الجميل ده بجد. يعني انتوا ناس بصراحة من غير كلام، انتوا الكرم باين عليكم بصراحة. ربنا يسعدكم يا رب ويجعل بيتكم كده مفتوح بصوت اهاليكم يا رب العالمين. شايفين؟ ما شاء الله حاجة كده من الاخر، احسن من جو المطاعم بقى والكلام ده. وقلنا بقى نحتفل، طبعا احنا خدنا الاجازة بتاعت المدارس بقى والجامعات والكلام ده، فقلنا نحتفل يعني. شايفين؟ ما شاء الله. وفي كفتة برضو مجهزينها، بس مش عارفة بقى يبقى في وقت اصور لكم ولا لا، لان احنا مستعجلينها قلنا يعني هنتغدى ونمشي على طول يعني. زي ما انتم شايفين التتبيلة الجميلة دي، الله الله. حاجة بجد تفتح النفس، بعيد بقى عن جو المطاعم والكافيهات والكلام ده. قلنا نحتفل بقى على السطوح مع بعضينا كده. ما شاء الله حاجة بجد خرافة يعني. كفاية بس مقابلة الناس لينا، والله العظيم ربنا يبارك فيهم يا رب. احتفالية بقى بان خلاص خدنا الاجازة والكلام ده، نحتفل بقى. يا سلام يا سلام، شايفين الجمال؟ واو بجد ما شاء الله. اللهم صل على النبي. كده بنختبرها بقى نشوفها استوت ولا لسه. هي كده استوت، دي اتحرقت مش استوت، بس هي ما شاء الله حاجة تحفة. عملنا زي الشيف بوراك. شايفين الجمال؟ ما شاء الله، صحة وهنا وتسلم الأيادي. وشكرا ستي على المقابلة الجميلة دي. وعملنا كمان الكفتة السيخ اهي برضو على الفحم. هي كانت اللحمة مفرومة والكفتة متجهزة يعني على الشوي على طول. معلش ما عرفتش اقول لكم. السلام عليكم.